بتنجحي وبتحققي إنجاز كبير، بس من جواكي حاسة بفراغ وإنك تايهة وفي شيء جواكي مفقود، حاسة إنك مش مبسوطة، يبقى محتاجة إن الأنوثة بتاعتك تتشافى. في نساء كتير بيوصلوا لنجاحات ضخمة في الشغل، في الدراسة أو في أي مجال مادي، بيوصلوا لأرقام عالية جدا، بس برغم كده بيحسوا إن في حاجة جواهم مفقودة، يحسوا إن هم مش مبسوطين بجد. ليه بيحصل كده؟ لأن الأنوثة عندهم محتاجة تتشافى. من صغرها اتربت إن قيمتها في الإنجاز، طول الوقت بتسمع اشتغلي، ذاكري، انجحي، اثبتي نفسك. كبرت وهي فاكرة إن الإنجاز هو اللي بيديها قيمة، مع إن الإنجاز في الأصل هو طاقة ذكورية مش أنثوية. تاني حاجة، العواطف اتهمشت، اتعلمت إن التعبير عن الحنان أو الضعف أو الخوف أو الحزن يعتبر ضعف، فبدأت تخبي مشاعرها وتلبس قناع القوة. تالت حاجة، النجاح بالأرقام بقى مقياس حياتها، مرتب، شغل، شهادات، كل ده بقى هو المعيار. لكن السؤال الأهم، هي فعلا مبسوطة؟ محدش علمها تسأل نفسها السؤال ده. رابع حاجة، هي مش قادرة توازن بين طاقة الذكورة والأنوثة جواها، هي طول الوقت في طاقة أعمل، أنجز، أثبت، أركز، ونسيت طاقة الأنوثة اللي هي أحس، أرتاح، أستقبل، أعيش اللحظة. لما تحسي إنك ناجحة ومحققة إنجاز من بره لكن من جواكي في فراغ، اعرفي إن ده صوت روحك محتاجة ترجع لفطرتها، للأنوثة الحقيقية. النجاح والفلوس والإنجازات مهمين، بس لو مش معاهم راحة وحب وأمان وتقبل لمشاعرك زي ما هي، عمرك ما هتحسي إنك مبسوطة. الأنوثة المتشافية مش ضد الإنجاز، دي اللي بتخلي إنجازك ليه طعم وليه معنى، وتخليكي مبسوطة بالحياة مش بس بالأرقام. بتنجحي وبتحققي إنجاز كبير، بس من جواكي حاسة بفراغ وإنك تايهة وفي شيء جواكي مفقود، حاسة إنك مش مبسوطة، يبقى محتاجة إن الأنوثة بتاعتك تتشافى. في نساء كتير بيوصلوا لنجاحات ضخمة في الشغل، في الدراسة أو في أي مجال مادي، بيوصلوا لأرقام عالية جدا، بس برغم كده بيحسوا إن في حاجة جواهم مفقودة، يحسوا إن هم مش مبسوطين بجد. ليه بيحصل كده؟ لأن الأنوثة عندهم محتاجة تتشافى. من صغرها اتربت إن قيمتها في الإنجاز، طول الوقت بتسمع اشتغلي، ذاكري، انجحي، اثبتي نفسك. كبرت وهي فاكرة إن الإنجاز هو اللي بيديها قيمة، مع إن الإنجاز في الأصل هو طاقة ذكورية مش أنثوية. تاني حاجة، العواطف اتهمشت، اتعلمت إن التعبير عن الحنان أو الضعف أو الخوف أو الحزن يعتبر ضعف، فبدأت تخبي مشاعرها وتلبس قناع القوة. تالت حاجة، النجاح بالأرقام بقى مقياس حياتها، مرتب، شغل، شهادات، كل ده بقى هو المعيار. لكن السؤال الأهم، هي فعلا مبسوطة؟ محدش علمها تسأل نفسها السؤال ده. رابع حاجة، هي مش قادرة توازن بين